الرحيم. هنرسم زي ما حضراتكم شايفين الرسمة دي. الرسمة دي أبعادها صغيرة فهتبان معايا في اللوحة. مش زي الرسمة اللي فاتت كانت أبعادها كبيرة ومش عارف يعني أصور كويس فيها. إن شاء الله يكون الفيديو ده كويس. إليفيشن وسايد فيو مطلوب مني أستنتج البلان. هنرسم الإليفيشن والسايد وبعد كده هستنتج الأيزومتريك وبعدين كروكي طبعا، وبعد كده هستنتج البلان فيو. فهنا معايا الشكل زي ما حضراتكم شايفين. الأقصى بعد معايا هنا بيكون 60، يعني الرسمة صغيرة، وهنا 66 الارتفاع، فالرسمة هتقدم معانا يعني اللوحة هتكفي معانا والتصوير هيكون كويس إن شاء الله. ماشي، الرسمة هنا فيها بعد ناقص، المفروض يديني البعد الكامل هنا اهو للإليفيشن. هرسمه دلوقتي من هنا لهنا. هنقول ان هو 100. تمام كده كده الرسمة هتكون كاملة معايا. طيب ابدأ ارسم في الإليفيشن. هاخد 100 على الإليفيشن، هبدأ من هنا والمية هتقف عند 10 سنتي هنا اهو. تمام، ونص المية دي اخدها بالمرة علشان ارسم السنتر لاين بتاع الدايرة، يبقى نصها 50. ومن هنا ارسم السنتر لاين للدايرة العمودي، وننزله شوية برضو في البلان علشان هحتاجه في البلان كده كده. طيب هدي لوك كده على الكاميرا هشوفها ايه. تمام، كل حاجة باينة، بس هو ممكن اللي يضايقك شوية الظل بتاعي او الضرب بتاعي. طيب الارتفاع الكلي للسنتر لاين الافقي هنا بيقول ان هو 66. هاخد 66 ملي من التمانية. هنا هبدأ اعد يعني 6 سنتي و6 ملي، 1 2 3 4 5 6، وهنا النص وهنا الستة، كده 6 ملي. تمام، اعمل سنتر لاين هنا اهو. ممكن نجيب اللوحة كده ماشي، واخد السنتر لاين ده برضو على ايه، على السايد فيو، علشان هحتاجه فين في السايد فيو. برضو لازم اشاور ان الدايرة دي او المستطيل ده اللي هنشوفه في السايد فيو هو عبارة عن دايرة. تمام كده. طيب معايا هنا اهو هطلع 15 من الناحية دي. ال 15 دي اهي هي الناحية التانية ال 15، اما ال 12 دي فهي الفراغ اللي هو من تحت ده. طول الفوق 15 او ارتفاعه 12، ارتفاعه 12، وهنا الارتفاع بتاع الضلع ده كان كام؟ كان 15. طيب اللي هو الارتفاع من هنا او من هنا لهنا 15، ومن هنا لهنا كان 12. طيب هناخد الارتفاع ده نطلعه من البداية هنا 12، هنا 1 سنتي، وبعد كده 1 2، يعني هنا بالظبط. نسجل الكلام ده. طيب الناحية التانية نفس الكلام، هطلع بخط خفيف الأول وبعدين آخد الارتفاع اللي هو 15. أنا خدت 12 كمان، أنا مش مركز. هنا 12 15 يا شباب، 15 مش 12. 15 يعني هنا أهو، معلش صيامه كده. هنيجي هنا أهو هاخد البعد ده الناحية التانية وأنزل بيها خط سوليد لاين كده. امسح الزيادة دي، خلاص مش هحتاجها. طيب الطول ده كله 70، هناخد 35 من هنا او 35 من هنا، او اقول 100 ناقص 70 بتديني 30. اخد 15 كده و15 كده، هاخد ال 15 دي الناحية دي، 15 من السبعة هنا، مش متأكد ان هو على الخط نفسه. 15 يعني هنا اهو. تمام،
الناحية التانية 15 يعني هنا اهو. واطلع كام بقى هنا؟ اطلع ال 12 اللي احنا حكينا فيها. من هنا نطلع 12 هنا سنتي. 1 2. هنا مش شايف كويس. 1 2 هنا اهو بالظبط. اوصل ده للنقطة واخد النقطة دي الناحية التانية بخط كده اهو. تمام. واجي هنا نطلع عمودي برضو لحد ما نتقاطع. اتجل الخط بالمر. اتجل الخط اللي بينهم بالمنظر ده. هو فين هنا؟ اجي اغير سن القلم. لحظة نغير سن القلم. نبدأ نوصل ما بينهم بخط سوليد لاين بالمنظر ده. تسجل ده كويس. طيب هبدأ أرسم الدايرة. الدايرة معايا فيها طبعا ده ممسات، فلازم ناخد لبالنا من خطوات الرسم بتاع الممسات زي ما هنوصل لها كده دلوقتي. طيب الدايرة الصغيرة اللي من جوه الار بتاعتها ب15، والدايرة الكبيرة الار بتاعتها ب25، لأن هنا مديني فاي 50 وهنا مديني فاي كام 30. فهاخد ال15 الأول الصغيرة أهو 15. هبدأ أرسم النقطة دي. ماشي مفيش مشاكل. وبعديها ال25. 1 2.5. أرسم الدايرة 25 نص قطر، يعني كلها 50. طيب هنرسم دلوقتي المماس ده وده، وبعد كده هنوصل الخط ده. هنشوف ارتفاعه كام هنا اهو، هنلاقيه 25، ونوصل ما بينهم دايركت على طول. طبعا الممسات علشان ابدا ارسمها همسح المحور ده علشان ما نتلخبطش كده. اول حاجه انا معايا مماس خط مستقيم بين دايرتين، دايره نص قطرها 0 ودايره نص قطرها 25. يبقى الدايره اللي فوق دي 25 نص قطرها، اما الدايره دي قلنا 15. طيب معايا دايره 25 ودايره نص قطرها 0 اهي. هوصل ما بينهم علشان ارسم لهم مماس خط مستقيم. اوصل ما بينهم كده اهو، بين المركز والمركز خط خفيف خالص. الناحيه التانيه بالمره علشان ما نعيدش الخطوات اهي واهي. اوصل بينهم كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا ننصف. الخطوة اللي بعد كده هننصف الخط اللي احنا وصلناه ده. هفتح البرجة المسافة اكبر من نص المسافة دي نظريا، واعمل قوس من هنا خفيف طبعا، قوس كده اهو. اجي هنا قوس من هنا وقوس كده. الناحية التانية قوس من هنا وقوس من هنا، واقف عند الدايرة اللي نص قطرها 0 دي، واعمل قوس كده وقوس كده. للأسف القوس ده هطوله شوية علشان يقطع معايا بالظبط. علشان ما تدعكش الرسمة بتاعتك، أنا عاوز نقاط التقاطع بس. نقطة تقاطع أهي، والنقطة التانية أهي، فتمسح الزيادات. وأهو نقطة تقاطع أهي التانية. النقطة دي هنوصلها بدي بالظبط كده. وصل بخط خفيف، وهكذا هنا نوصل بخط خفيف. بعد كده ارسم دايرة من نقطة التقاطع دي، دايرة مساعدة كبيرة. اقف في احدى مركز الدايرتين اللي انا عايز ارسم لهم مماس، وليكن الدايرة اللي هي نص قطرها 25 او الدايرة اللي نص قطرها 0، وارسم دايرة كبيرة هتمر ايه بمركز الدايرتين. ليه؟ لان انا اصلا وقفت فين؟ في نقطة المنتصف للخط المستقيم، فاصبح ده نص قطر وده نص قطر، فالدايرة اللي هتترسم لازم تمر فين؟ بالنقطتين دول. نفس الكلام هنا، اقف في احدى الدائرتين وارسم
الدايرة المساعدة بتاعتي. تمام كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ المفروض اطرح نص قطر الدايرة الكبيرة من الدايرة الصغيرة، 25 ناقص صفر ب25، وارسم دايرة فين؟ نص قطرها 25 في الدايرة الكبيرة اللي هي 25، اللي هي اصلا ايه؟ اللي هي اصلا الدايرة اللي مرسومة. فالدايرة دي هتقطع الدايرة المساعدة فين؟ في نقطة، اللي هي فين؟ اللي هي دي. هي دي نقطة الالتماس، وكمان هي دي نقطة الالتماس من الناحية التانية. أوصل خط مستقيم كده علشان أنجله الناحية التانية للدايرة، وأوصل خط مستقيم من هنا للنقطة بتاعت التقاطع علشان أنجله الناحية دي. بس لحسن حظك الناحية دي الدايرة عندها بصفر، فأنت مش هتنجل ولا حاجة، بس أنت هتوصل بين النقطة ونقطة التقاطع اللي فوق. كده اسمك رسمت خلاص خط مستقيم النقطة ونقطة التقاطع اللي فوق. تمام كده. بعد كده هنجيب ارتفاع الخط ده اهو. الخط ده ارتفاعه هنا هنلاقيه على 25. على كام؟ على 25. هيوصل ما بين الخطين الممثلين المستقيمين دول اهم، 1.2.5، يعني على ارتفاع، على نفس الارتفاع ده. وهعمل ايه؟ هوصل خط مستقيم من هنا لغاية هنا سوليد لاين كده. طيب معاك ايه تاني؟ معاك عصب هنا اهو، والعصب ده ليه نص قطر 3 R3. هنعرف نرسمه ازاي. والسمك بتاعه ب16. هاجي من هنا اهو. طبعا الخط اللي نازل ده خط بعد يا شباب، خط بعد للعصب، علشان يقول لك ان العصب طوله 16. ده مش معناه ان الخط ده سوليد لاين، لا، في فرق ما بين الخط ده في التدجيل والخط ده. الخط ده اخف من ده بعد يا شباب، فمش هيترسم معانا. ال 16 دي هتبقى 8 و8 من السنتر لاين بتاعنا، 8 هنا و8 الناحية التانية. تمام كده اهو. نوصل للآخر، نوصل للآخر. تمام. أعمل القطر ال3 مللي ده إزاي؟ التانية دي أجيب البرجل وآخد 3 مللي عليه، وكده 3 مللي بالظبط. أقف هنا في الراس دي، أقف عند الراس دي والتقاطع ده، أعمل قوس هنا وقوس هنا كده وكده. وبعد كده أقف عند التقاطع ده وأعمل قوس كده أهو، وعند التقاطع اللي فوق ده أعمل قوس كده أهو. اتقاطعوا في نقطة، هي النقطة دي مركز القوس نفسه، هيبقى بالمنظر ده. تمام. نفس الكلام هنا، أقف عند النقطة دي، طول بس السن، أقف عند النقطة دي، أقطع ده وأقطع العمودي، أقف في نقطة التقاطع بتاعت العمودي، أرسم قوس كده، أقف هنا أرسم قوس يقطع القوس التاني ده اللي احنا لسه راسمينه هنا اهو. هي دي نقطة الالتماس اهي، نقطة المركز أقصد. أقف فيها بنفس الفتحة وأرسم المماس. السن اتكسر، أرسم مماس، أيوة كده، المماس اللي هو البتاع ده. طيب انت مطلوب منك تعمله الصراحة، يعني هو انت لو عملته بايدك كده بص، فبركة 100 100 يعني. تمام. مش هتخسر حاجة يعني، مش مهم انك هتدعك الرسمة لو عملته الاخر كده. فانت لو عملته بايدك احسن. لو سبته ما عملتوش خالص عادي برضه، مفيش مشاكل. هو بس عمله علشان خاطر يلحم ايه العصب ده في القطعة اللي تحته. طيب معايا ايه تاني؟ معايا داش لاين. الداش لاين ده، طيب الداش لاين ده هو خاص بايه؟ شايفين النقطة دي داخلة لجوه،
فانا لو بصيت من هنا في الاليفيشن اهو، لو بصيت من هنا هلقى ان الخط ده مش ظاهر معايا، فلازم ارسمه. طيب الخط ده على بعد كام من تحت؟ على بعد 37. اخد بعد 37 من تحت هنا اهو، 1 2 3، وهنا النص 1 2 كده السبعة، احط نقطة وارسم الداش لاين ده. زي ما حضراتكم شايفين. طيب حاجة تانية ناقصة معايا في الاليفيشن، ما اظنش، بس هعمل حاجة ظريفة كده، هنمسح ده علشان يبان ان هو فراغ من جوه كده، مفيش حاجة منفذ الناحية التانية. طيب كده مفيش حاجة. نفس الكلام هنا، ده مش خط، ده خط للبعد اللي هو 12 هنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخش على السايد فيو، هناخد اول حاجة ال60 ديت اهي، من هنا 1 2 3 4 5 6، يعني هنا اهو، وهطلع عمودي كام؟ مسافة 25 اهي، من هنا 25، 1 2 ونص، يعني هنا نوصل بينهم، ده المسافة اللي هي هنا. طيب الناحية التانية اللي هي دي هطلع مسافة كام؟ 37 اهو، من هنا نطلع مسافة 37، 1 2 3 ونص، 1 2 كده السبعة بالظبط هنا، اللي هي اصلا بتاعت الداش لاين دي. لو انا اخدت الداش لاين ده كده اهو، هلقى ان انا الخط هنا، وده لو اخدت الخط الافقي ده هلقاه بالظبط هنا اهو. طيب في دخلة هنا مكتوب عليها 6 كام؟ 6 ملي، يبقى انا المفروض اخش دخلة صغيرة كده من هنا قيمتها 6 ملي، يعني لحد هنا. تمام، خلينا على الخط علشان لما ناخدها بالمسطرة نشوفها. تمام، امسح الزيادة دي، وبعدين بيقول انك ترتفع مسافة لفوق لحد ما توصل للارتفاع بتاع الشكل نفسه اهو. هرتفع مسافة لفوق خط خفيف كده، وهاجي من عند أقصى نقطة في الارتفاع. تعرفها ازاي؟ تكمل السنتر لاين بتاعك، تلقاه قطع هنا، فهي دي أقصى نقطة عندك في الشكل هنا بالظبط، واخد خط كده اهو. الخط ده سمكه كام؟ سمكه او الدخلة جوه مسافة 36، قيس عليه 36 هنا، 1 2 3 والستة يعني هنا اهو، وخلاص امسح دي. وبعد كده انزل لتحت، هننزل تحت كده. بعد ما ننزل تحت هننزل لحد فين؟ لحد هنا اقصى نقطة، ولا لحد العصب؟ لحد العصب، لحد النقطة اللي هيمس فيها العصب الدايرة هنا بالظبط. ننزل كمل كده اهو. طيب ايه معايا تاني؟ إيه نرسم. طبعا ده مش هيكون موجود معانا برضو. طيب الداش لاين بتاع الدايرة علشان نخلص منه، اللي هي فراغ هنا اقصى نقطة، وفوق هنا اهو. طيب معاك ايه تاني؟ معايا الداش لاين ده كمان بتاع الفراغ ده، يبقى كده اهو زي ما هو عامل. وبعد كده مش فاضل غير المماس ده نرسمه. بيقول ان هو على بعد كام؟ على بعد 22. من فين؟ من تحت هنا هقيس 22 من العمود اللي هو ده، 1 2 والاتنين اهي، واطلع بخط خفيف، خط خفيف خالص
الخط الخفيف ده ينتهي معاك فين؟ ينتهي معاك عند النقطة دي ويتعمل كأنه ملحوم اهو عند النقطة دي، ويتعمل كأنه ايه ملحوم عند النقطة دي زي ما هو عامل اهو. طيب الخط اللي هو 25 ده هيكمل لحد ما يضرب في الخط بتاع المماس اهو. شكرا كده. نمسح الجزء اللي تحت بتاع المماس ده ونخلي دي برضو 3 ملي الار بتاعتها. هنتعب في شغل الارات ده البرجل اهو. نجيب 3 ملي، اقف في نقطة التقاطع دي، اقطع هنا واقطع هنا، بعد كده اقف في نقطة التقاطع دي اعمل قوس كده اهو. مش عاوز تعملها ما تعملهاش علشان البرجل اللي معاك طبعا صغير وهيخرب الدنيا في اللوحة. ده نقطة المركز. هنعمل القوس بالمنظر ده. عاوز تمسح امسح. تمام كده القوس اتعمل. معاك ايه تاني؟ معاك البعد بتاع النقطة بتاعة العصب من النقطة دي او من الارتفاع ده. احنا نسجل ده خلاص، سجله تمام. فده المماس لو عملته بايدك كده برضو عادي مش هيظهر. فالبعد هنا 34. هاخد مسافة 34 واحط نقطة من الخط ده او على الخط الافقي من العمودي. 1 2 3 ولا 4 يعني هنا بالظبط. طيب المفروض ان انا اوصل، شايفين الاوفست ده 2 ملي. الاوفست ال 2 ملي ده هو البعد بتاع البعد من هنا اللي هيمسه. اقول لكم ازاي اهو. هبعد من العمود ده 2 ملي. 1 2 احط النقطة تمام واوصل النقطتين دول ببعض. وقبل ما اوصل اعمل الولد اللي هو عمله، يعني الدايرة الصغيرة اللي هو عملها دي كأنها ملحومة لحام فيها. كده الشكل خلص. في غير ان انا هتجل الجزء ده، هتجل الخطوط العمودية اولا وبعد كده نشوف الافقي. مفيش خطوط عمودية تانية عاوز اتجل، نتجل الافقي ده تقيل، اللي فوق خالص مش تقيل. كده تمام. معايا خط كده اهو. شايفين الخط ده نسينا نعمله. الخط ده جاي من عند ال15. ليه؟ لان دي كسرة فهتبان معايا كخط كده اهو من اول الشكل لاخر الشكل. من فين؟ من هنا من 15 وارسم الخط الافقي ده. كده السايد فيو خلص خلاص. نبدأ نرسم الايزومتريك وبعد كده نستنتج المسقط الثالث مش من الايزومتريك. يعني انا هستنتجه من الكلام اللي موجود هنا اهو، لكن انا برضو بحاول ان انا على قدر الامكان اخليك تتخيل الايزومتريك ازاي. هنيجي للايزومتريك. الرسمه معايا ليفت هاند سايد فيو، فهنا هشوف الاليفيشن وهنا هشوف السايد فيو. فلو انا ابتديت الرسم بتاعي بالسايد فيو، اول حاجه هشوفها اللي هي الطول اللي هو 15 ده اللي هي هنا اهو. هجيب المثلث ده اللي هي 15 هنا، هرتفع وليكن كده 15 مثلا وهمشي بيها كده. وهاجي هنا هرسم الايه البعد العمودي بتاعه برضو بالظبط كده. بعد كده المستوى اللي حضراتكم شايفينه ده لو جيت في السايد في الاليفيشن هلقاه ان هو مستوى مايل على زاوية معينة. طيب الاسهل ليا بقى هنا، الاسهل ان انا هنا لقيت مستوى مايل خلاص اروح على طول على الاليفيشن وابدا ارسم في المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هتجل بس ده كده اهو
والناحية التانية برضو. طيب في الاليفيشن هنا هلقى معايا برضو المستوى اللي حضراتكم شايفينه ده في مستوى مايل كده اهو، بس ده يجي معايا بالتنصيف. فانا هقول بعد والله الاليفيشن من مثلا من هنا لغاية هنا عشان ما يكبرش الشكل معايا. تمام. المنتصف هي 1 2 3 4 5 6 7 8. المنتصف 4 1 2 3 4 واعمل نقطة واطلع بالسنتر لاين كده اهو كأنه منتصف الشكل. وبعد كده هطلع بالارتفاع اللي هو فين، الارتفاع اللي هو 15 ده اللي هو هنا، هطلعها الناحية التانية برضو خط كده واجيب البعد بتاعه من هنا اهو يعني لحد هنا، فالزيادة دي تتمسح. تمام. والخط اللي في النص ده هنقول ان هو على ارتفاع معين كده اهو، بس نفس البعد اللي هاخده من على اليمين هو من على الشمال. يعني هنا 1 2 3 خليها 2.5 مثلا، وهنا 1 2.5 كده اهو، واوصل بينهم اوصل كده. وبعد ما اوصل بينهم هأوصل الخط ده أو النقطة دي بالنقطة دي، والنقطة دي بالنقطة دي. تمام كده. وهيفضل معايا الشكل اللي من تحت ده، فهو هيكون الفراغ يعني أقصد هيكون مثلا أقل طبعا اللي هو ب 12 يعني هنا. بس أنا عاوز البعد من هنا من السنتر لاين يعني 1 2، وهنا 1 2 يعني 22، هنا 1 2 يبقى 22 زيه، وأنزل بخطوط عمودية كده أهو بالظبط كده. وبعدين شفتوا الخط المايل هنا ظهر معايا لناحية السايد فيو، هيبقى بالمنظر ده كده يعني. الناحية دي برضو هنرسمها بخط خفيف خالص كده. الخط ده هاخد له موازي، الخط ده اهو اللي هو موازي اللي هي من هنا لهنا. انا عامله كبير يعني للاسف انا عامله كبير. الخط ده اللي هو من هنا لهنا، لو ممكن عاوز تصغر صغر براحتك. احنا نصغر ولا ايه؟ ماشي نصغر، نخلي ده ينزل تحت شوية هنا مثلا. تمام كده. فهي تبقى النقطة هنا اهو. في عصافير بالليل. تمام. وهنا النقطة دي هتبقى كده. متفقين. الخط ده النقطة دي خد لها موازي الناحية التانية كده اهو. الناحية دي مش هتبان معايا. بعد كده المفروض يعني ان دي هتكمل معايا، بس انت مش هتشوف يعني هو اصله في زيادة في الشكل معاك هنا، فمش هتبقى مقاطعة معاك لان في مماس هنا اهو. علشان اجيب المماس ده هخش ال6 سم من هنا، ال6 ملي اللي هي دي، او اخشها من فوق هنا اهو 6 ملي. خليها من فين؟ من هنا. واخد خط مماس. يعني انا المهم اللي انا عايز اعمله اوقع السنتر لاين بتاع الدايرة، اجيب المنتصف بتاع ده عشان ما وليكن هنا، لو هنا انا واخدها من فوق هنا هيبقى هنا، ايوه هنا اهو، او فوقها بشوية كده. يبقى هنا النقطة دي هطلع بيها لفوق شوية اللي هو الارتفاع بتاع الشكل، وليكن السنتر بتاع الدايرة هنا اهو. تمام. ده الدايرة اللي من ورا. فلو عاوزين نرسم الدايرة اللي من قدام هتطلع معايا النقطة دي لقدام شوية، وليكن هنا. من النقطة دي أبدأ أرسم أهو أول دايرة، والدايرة الإليبس اللي بعديها هتكون بالمنظر ده.
تمام. اخد دي كده ودي الناحية التانية كده. طبعا الرسم هنا رسم كروكي فاعذرونا يعني. تمام كده. هنيجي بقى المسافة دي اللي احنا اخدناها، لو فاكرين مش عارف كام وعشرين، اللي هي كانت 22 هناخدها ايه وايه ده ماشي. هناخد نعد من النقطة دي مسافة كده 22، وليكن هتيجي معايا هنا واطلع بالمماس كده اهو، يتوصل توصيل، وهنا يطلع معايا يخش الدخلة دي اللي هي 6 مللي لو فاكرينها، دخلة كده اهي الدخلة دي. واطلع بقى اجيب الدايرة كلها من الناحية التانية، هتيجي على خط الدايرة يعني بس موازي ده. احنا هنيجي هنا اهو نعمل الدايرة بتاعتنا كده. تمام كده اهو، المفروض يكون بيمس الدايرة نفسها يعني كده، وده بيلحم في الدايرة هنا. تمام خالص. هنا ده الخط ده هيخش كده في اتجاه الاكس كده اهو. نرسم الخط ده تاني معلش. ايه تاني معايا العصب. العصب ده هيكون لو افترضنا ان الدخلة دي هتمشي لحد الاخر كده اهو، دخلنا في الدايرة نمسح هيمشي لحد الاخر كده، فالعصب هنا هيكون اكيد قبله اللي هي في التقاطع ده. يعني انا عاوز الدايرة برضو هنا المفروض نعمل دايرة تانية كده هنا اهو تمس ده، ومن التقاطع ده انزل عمودي. تمام، يبقى ده مش هيبان معايا لانه هيكون في العصب، وامشي كده لحد المسافة دي اللي هي 33 ولا 34، احط نقطة نخش الناحية التانية كده اهو. بعدين اوصل، المفروض يعني اوصل دي، شايفين الاوفست 2 مللي دي هنخشوه لجوه كده، فهيتوصل معايا بالمنظر ده كده اهو، وده موازي ليه طبعا هيبقى كده. الرسمة الموست ظهرت. المفروض في جزء هيبان بس بحكم ان احنا بنرسم كروكي فالدنيا صعبة شوية معانا. من النقطة دي المفروض المماس في جزء منه يبان كده بيمس من الناحية التانية، يعني المماس ده في جزء مماس من الناحية التانية بيمس كده. لو احنا خدنا ده كبرناه شوية بس الرسمة هتبوظ. هنيجي مثلا هنا عمودي، تمام، هنخش كده اهو، هيجي معايا ده هنا، فالمماس هيظهر جزء منه من الناحية دي مثلا اهو كده، ده يتمسح وده يكون على نفس الخط بتاع ده، وهنا اهو ودي اهي. وطبعا ده زي ما قلنا هيطلع يبقى هنا مثلا، ونعمل التوصيلة دي كده. تمام، نخلي التوصيلة أصغر شوية عشان استحالة تبان معايا. بس كده المفروض ده الشكل النهائي. هنا ده هيبقى سوليد، تمام، وهنا دي تدخل لجوه كده اهو. تمام كده. بس ده الايزومتر غالبا يعني هو كده، مفيش غير كده. الداش لاين ده اهو، العصب اهو، الجزء ده احنا طبعا دي كبرت معانا علشان رجعنا ورا اهو.
الدايرة، العصب، الجزء ده اهو. ايه معايا تاني؟ السايد فيو. هشوف ده، هشوف الداش لاين ده اهو، هشوف الجزء ده وطالع كده. تمام. بس ده الشكل اللي معانا. انا لو لقيت لكم الايزو بتاعها ممكن انزله او اعمله اللهم صل على النبي ثابنيل لليوتيوب يعني. طيب هنيجي نستنتج المسقط الثالث. هاخد اقصى بعد في السايد فيو، اخش بيه الناحية دي، اقصى بعد في الاليفيشن، اخش بيه الناحية دي. الشكل عمره ما هيطلع بره الكلام ده. اول حاجة هتعملها هتاخد الحتة دي علشان تعلمها اهي. الحتة دي الدخلة دي اللي هي داخلة لجوه هتنزل بيها هنا، وهتاخد النقطة دي الناحية التانية كده اهو، فهتبان بالمنظر ده معاك. تاني حاجة تعملها علشان ما تتلخبطش برضو، خد الداش لاين ده من اول الشكل لاخر الشكل، لانه هو داخل جوه الشكل كله، فاعمله وسيبه. طيب نسجل برضو الاوت لاينز دي عشان ما نمشيش على الشغل مرتين. هروح اعمل لي كوبايه شاي واجيلكم لحظه. زي ما قلت لكم انا هرسمها ان شاء الله سوليد وورك، لو ما لقيت لهاش حاجه يعني على جوجل او على اي مرجع معانا للايزومتريك وكده، هرسمها لكم سوليد ووركس، وهنشوف الايزومتريك هيطلع معانا بالمنظر ازاي. هيكون علشان بس الايزومتريك هنا كروكي، فالدنيا مبهدله معانا هنا يعني مش احسن حاجه. ده هيتمسح. طيب مفيش معايا غير دلوقتي ان انا انزل وارسم الدايرة هتبقى معايا كايه، كمستطيل. هي فين؟ من ابعد نقطة في الدايرة هنا. تمام كده اهو، خط خفيف. الخط ده يبدأ من الاول ولا من هنا؟ من الاول، من الخط الاول ولا من التاني؟ هشوف الخط الاول في السايد فيو هنا اهو، هو المفروض الخط ده اللي داخل لجوه. طيب الخط التاني هو الخط ده اللي داخل لجوه، يبقى انا المفروض ابدا من فين؟ من الخط التاني. لو نزلت بيها الجهه بيبدا معايا من الخط التاني من هنا. خط كده خفيف علشان هنمسح فيه شويه حاجات، والناحيه التانيه خط برضو خفيف كده اهو علشان هنمسح فيه شويه حاجات، اللي هي اللي اسمه ايه ده، الجزء اللي انا مسحته هنا. يعني المفروض الدايره تكمل معايا الجزء اللي هو بتاع المماس. هاجي اجيب البدايه او النهايه بتاعت الدايره اللي هي النقطه دي، اقف هنا، اجيب المسطره واقفل بين الخطين اللي لسه راسمهم بالمنظر ده، اوصل الخط ده كويس كده اهو. تمام. نيجي بقى نجيب المماسات بتاعتنا اهو. المماس هنزله من النقطه دي كده اهو، من النقطة دي هاخدها كده. هينتهي فين معايا؟ هينتهي عند النقطة دي. هعمل خط خفيف كده خالص، والنقطة التانية هنا الناحية التانية خط خفيف كده. تمام. معلش ما وقفناش كويس. النقطة دي اهي خط خفيف كده، عملته تجيل معلش ما علينا. طيب هاجي من النقطة بتاعت المماس اللي احنا اخدناها دي كده اهو، همد خط من الاول لحد العلام اللي احنا علمناه، واكمل من العلام التاني لحد النهاية التانية. فانا همسح مين؟ جسوات في الدايرة هنا بقى نمسح الخط بتاع اللي احنا مديناه للنهاية ده، ونمسح خط الدايرة برضو. مش هتبان معايا ليه؟ لانها ملحومة لحام. يبقى الخطين دول يتمسحوا كده اهو، وده يتلحم لحام كده بالمنظر ده بنص قطر كام؟ 3 مللي زي ما هو عمل. طيب معايا هنا الداش لاين بتاع الدايرة. من النقطة دي همشي داش لاين لحد نهاية الدايرة، والنقطة دي
الدايرة اللي في النص بقى، اللي النص قطرها 15 ولا ايه؟ اللي نص قطرها كام؟ اه إيه؟ 15. تمام. طيب هي فين الرسمة؟ نص قطرها كان 15. تمام. طيب بعد كده هجيب العصب ده، هنزل بيه من هنا نهايته. تمام، اهي النهاية والبداية والنهاية في الاليفيشن هنزل بيهم كده. والمفروض نجيب بدايته من فين؟ من هنا، اللي هو الخط بتاع المماس اللي هو ده بقى. فهيبان معايا هنا كمان ايه؟ داش لاين من تحت، هيبان كداش لاين من تحت بالمنظر ده. طيب علشان نرسمها ماشي واحدة واحدة، هنجيب المماس العصب من هنا اهو، هننزل بيه داش لاين خفيف من فين؟ من بدايته هنا اهو، اللي هي الخط بتاع المماس اهو اللي احنا نزلناه، داش لاين. وقت ما بيطلع من الدايرة يطلع ايه؟ يطلع سوليد بقى، هيظهر. طيب الناحية التانية نفس الكلام، من بداية الخط الامتداد على المماس هنا انزل داش لاين، ولما يطلع من الدايرة يطلع ايه؟ يطلع سوليد. لحد فين؟ لحد ما اجيب النهاية بتاعته هنا اللي هي دي، اخد النهاية دي واوصل بينهم. المفروض كنت مشيت شوية كمان، يعني اقفل الخطين دول كده. تمام. طيب شايف الدايرة دي؟ مش هنا في خط بتتحمل عليه الدايرة كده اهو من هنا لحد الناحية التانية؟ الدايرة دي لو معايا ايه مش عارف، جيب الفاست ده. لو جبت الفاست ده وعملت كده فانا المفروض اشوف. طيب التصوير فصل، معرفش ليه. زي ما قلنا جبنا علبة الفاست دي، احنا وقفنا لحد هنا. هلقى ان صباعي من جوه بيبان معايا كداش لاين. فالمفروض ان لحظة بس كده، عشان الحتة دي انا عملتها في مع التصوير لما فصل. ماشي. فهلقى صباعي يبان. تمام. فالجزء ده يا اخوانا اللي هو من هنا، من بداية المماس او من نهاية المماس وكده لجوه بس، فهيبقى معايا بالمنظر ده. هيمشي داش لاين لحد ايه؟ لحد العصب واقف، وهنا من العصب امشي داش لاين لحد ما اخبط في المماس، وهنا العصب اكمله علشان بس مسحنا. هيبقى بالمنظر اللي انت شايفه ده، ده داش لاين. نعمل الداش كويس. تمام كده. طيب فاكرين الجزء ده اللي احنا خدناه من هنا وطلعنا بيه من اول الشكل لاخر الشكل؟ ما طلعش من اول الشكل لاخر الشكل، ده طلع فين؟ من بداية الداش لاين هنا لنهايته الناحية التانية. فانا المفروض اعمل خط كده خفيف، اللي هو الخط ده لما انزل بيه هنا نعمل خط خفيف كده اهو، وابدا اشوف بدايته ونهايته فين. بدايته والنهاية بتاعته كده اهو لبره طبعا، النهاية هنا اهو. تمام كده، واقفل بينهم كويس كده. طيب هاجي اشوف الشكل تاني، لو بصيت عليه من تحت هشوف المنظر ده. طيب ده فين ده؟ ده هيجي معايا من الاليفيشن، هيبدأ من هنا. وهجيبه من فين؟ من اول الشكل، ولا هيبدأ من الخط ده اللي هو لما نزلنا بيه الجناب بتاع المماس؟ هيبدأ من بتاع المماس لحد بره كده. طيب والخط ده يتمسح. تمام كده. لحظة، مش كده اهو. نفس الكلام الناحية التانية، من هنا وهيبدأ من المماس لحد بره، والخط اللي بينهم ده في النص يتمسح. تبقى كل حاجة باينة معايا. معايا هنا اهو كمان النقطة دي اللي حضراتكم شايفينها على اوفست 2 مللي، المفروض داخلة لجوه.
فكمان هشوفها داش لاين. هتشوفها داش لاين فين؟ هتشوفها داش لاين من هنا لغاية هنا. الاوفست ده بصوا كده، اللي هي النقطة دي اللي هي ندخل كده لجوه، المفروض تبان هنا يعني كده لجوه لجوه، فهتبان معاك من اول هنا لاخر الناحية التانية. هتبان ايه؟ آه داش لاين. فانت هتاخدها النقطة دي ننزل بيها، هي بعدها ب2 مللي بالظبط اهي، هتكفل بيها العصب كده. داش لاين يبعد 2 مللي، هو ده يبعد 1 مللي. معلش هنمسح وهنبعده شوية من الشكل. دي كانت سوليد. قلنا الدخلة دي ايوه، وابعد بيها 2 مللي كده اهو ما بينهم. طيب الدخلة دي بتاعت ايه؟ بتاعت العصب اللي هو تناه كده او لحمه، طبعا مكمل لجوه. يا رب تكون باينة في الصورة. اكيد باينة. ااكد 2 مللي ولا لا؟ يعني 2 مللي ولا دي مللي؟ 2 مللي بالظبط كده. هتوصل ما بين الداش لاين ده والداش لاين ده بالمنظر ده. طيب نيجي بعد ما خلصنا نشوف الشكل اللي معانا خلص ولا في حاجة ناقصة بالنسبة للايزومتريك. دلوقتي انا معايا الجزء ده، خلينا نبدأ من ورا هنا. الجزء ده مكمل لجوه اهو، المستطيل اللي انتوا شايفينه. المستطيل ده ما كملش او ما ابتداش من الاول، لا ده خش جوه شوية على زاوية مايلة كده وابتدى وانتهى الناحية التانية. يبقى هيظهر معايا بالشكل ده. الجزء ده اهو نمسح. الجزء ده عبارة عن تي اهو، تي حرف التي، ادي التي كده اهو وداخل كده. الناحية التانية نفس الكلام. هنا الدايرة بدأت معايا من هنا اللي هي يعتبر هنا وكملت كده، لكن احنا مسحنا علشان الجزء ده مفهوش حاجة، ملحوم لحام بتاع المماس. معايا ايه تاني؟ معايا العصب نفسه. قلنا هيبدأ من هنا لما نزلنا بيه وجبت البداية بتاعته اللي هي هنا، يعني من أول الخط امتداد المماس. والمفروض يكمل معايا داش لاين، بس علشان خاطر ان هو ملحوم مش هيظهر معايا. تمام. معايا تاني. الرسمة دي على حسب انت هتلحم ولا لا، هتلقى فيه داش لاينز كده موجودة ولا لا. يعني لو هنا النقطة دي الداش لاين بتاعها الداش لاين هيبقى سوليد لاين. معلش النقطة دي من هنا لهنا، لو هتلحم مش هتعمل السوليد لاين، اما لو لحمت لازم تعمل سوليد لاين كده اهو، يعني تبان كده يعني لانها مستوى غير مستوى مش ملحومة. تمام، هتبان كده ده لو، لكن انت هتلحم فخلاص مش هتعمل الكلام اللي احنا هنعمله ده. طيب بس كده هسيب الفيديو شغال وهنشوف هل في حاجة ناقصة تانية ولا لا. كده كل حاجة تمام معايا في البلان فيو، الماوس تمام، مفيش اي حاجة ناقصة. سيب الفيديو شغال، انت شوف او خد سكرينة للرسمة وشوف هتطلع معاك شبه دي ولا لا. وسع.